النهارده بقى جاي اتحدى الجماعة بتوع المصانع ستات البيوت الشاطرين، بما انه بقى رخيص ومال السوق وب10 جنيه الكيلو والكيلو ونص ب10 جنيه. فالنهارده بقى حبيت اخلي لكم الليمون، والله يا ولاد في دقايق هتخليه ومن قلب الحلة بتاع السلق والله هتاكليه. يا صباح السعادة لو شايفيننا الصبح، ويا مساء السعادة والهنا والفرح لو شايفيننا بالليل. فيديو النهارده يا بنات من الفيديوهات اللي بجد بجد هايلة. هخليلك النهاردة الليمون في نفس الوقت. ناس كتير بقى بتغير له المية قبل السلق، وناس تانية بتسلقه وبتغير له برضه المية. لا، أنا النهاردة هوفر عليكي كتير قوي. هتخليلي الليمون وفي قلب الحلة، من قلب الحلة والله هتاكليه. لو الفيديو بقى عجبك مش طالبة منك غير اللايك والشير وكومنتك الحلو الجميل اللي هتقوليلي بتتابعيني منين. في البداية يا بنات أنا جبت كمية من الليمون. بصي بقى على حسب خريطتك الشخصية، هتجيبي كتير هتجيبي قليل، الكمية المسموح بيها اللي انت عايزاه، أو من الآخر كده زي ما قلتلك على حسب ما تحبي. على فكرة خزني الليمون اليومين دول، ده الموسم بتاعه. جبت الليمون بقى يا بنات، أنا بجيبه كده في بعض. عايزة تشيلي لك بقى حبيتين تلاتة كده على جنب، تعملوهم عصير، تعملوهم أي حاجة عادي. عايزة تستخدميهم كلهم بالشكل اللي انت شايفاه مفيش مشكلة. تحت المية الجارية يا ولاد بغسل الليمون غسيل كويس، وبعد كده بجيب حلة وارفعها على النار فيها مية مغلية. عايري بقى مثلا يعني لتر المية بيبقى 5 كوبايات. لكل كوباية من المية العادية بنزل عليها بمعلقة كبيرة من الملح، معلقة أكل يا بنات. وبعد كده على طول هنزل بالليمون بالشكل اللي انتوا شايفينه. يعني بسلق الليمون في ملح زي ما انتوا شايفين يا بنات. نزلت بالليمون كله في الحلة وبديله تقليبة وهغطي عليه النار، بسيبه بقى على النار لحد ما أبص ألاقي الليمونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بدأت تفتح كده من الجنب. طبعا الليمون مسلوق بالمية بتاعته. أوعدك ولا هتغيري المية ولا هتنقعيه ولا هيمرر معاكي ولا أي حاجة. دوقي كده الليمون بجد والله يا بنات هايل. انا شلته وصفيته كده على جنب بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا لو هو لسه موجود في المية بتاعته الليمونة بتفضل محتفظة بالقوام بتاعها، بتبقى كده الحباية بتاعتها معبية مية من جوه، وبتبقى الليمونة يا بنات هايلة هايلة هايل. لو كلت منها دلوقتي صدقيني والله العظيم طعمها في منتهى الجمال. ليمون فعلا مخلل. كان عندي بقى اللهم بارك شوية شطيطة كده محطوطين في التلاجة، فجبتهم وغسلتهم كويس وبدأت أفتحهم من الجنب وأجهز البرطمان بتاعي. زي ما قلتلك محلول التخليل عبارة عن مية وملح وكوباية من الخل الأبيض. ده لو انتي هتغيري المية. من الأحب يا بنات ومن المستحب انك تخللي الليمون في مية السلق اللي احنا سلقناه فيه. يعني هتجيبي الليمون بقى كده وتجيبي برطمان يكون مغسول كويس ومتنشف ونضيف. أي برطمان موجود عندك تحطي الأول المحلول الملحي اللي احنا عملناه مع بعض وسلقنا بيه الليمون. مش عايزة تضيفيه او حاسة ان لونه هيبقى اصفر ولا حاجة، عادي اشتغلي بمية عادية خالص من عندك. انا هنا عشان اوضح لك الشكل وعشان اللون يبقى فاتح، شغل تصوير بقى، حبيت ان انا احط لك في البرطمان وتشوفيه وانا بخلله. لكل كوباية يا بنات من المية بضيف لها معلقة طعام ملح، وبضيف لها معلقة من الخل. يعني بالبلدي كده لكل لتر مية كوباية خل كوباية ملح. أدوبهم يا بنات أو أقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه لحد ما الملح يدوب تماما. وبعد كده من النصايح ان انت تنزلي الأول الشطة أو الفلفل اللي انتوا بتضيفيه لأنه بيطفو على وش المحلول. أنزل الكمية يا بنات بالشكل اللي انتوا شايفينها، وبعد كده على طول هنزل بالليمون. ما شاء الله يا بنات الليمون هايل. برطمان الشطة ما شاء الله اللهم بارك زي الفل زي ما انتوا شايفين. دي بقى يا بنات طريقتي في تخليل الليمون. صدقوني والله طريقة في منتهى الجمال والسرعة. يعني كده هتخلليه وفي نفس الوقت هتطلعيه من البرطمان تاكليه. بالنسبة للشطة بتقعد لها تقريبا من 2 ل3 أيام. وبألف هنا وشفا للي أكل وألف هنا وشفا للي شاف. لو عايزة الليمون يقعد معاكي لفترة طويلة ما تفتحيش البرطمان وعينيه بقى كده في التلاجة، هيفضل معاكي لفترة طويلة.
اللهم بارك، خللت معاكم الليمون بأسهل وأسرع طريقة. لو وصلت لحد هنا وشايفة ان الفيديو يستاهل منك لايك، يا ريت ترفعي لي الفيديو بلايك حلو منك، كومنتك الجميل اللي هتقولي لي بتتابعيني منين. ما تنسوش تحبوا بعض.